أنا قادم. يا إلهي ما هذا؟ لا أصدق. مرحبا عمي عنتر، هل اشتقت إلي؟ وش انت من وين طالع لنا؟ انت من اي قبر طالع لنا؟ يا عمري والله يا عمري. خالتي جيراني اشتقت إليك كثيرا. حبيبي بقول لك ما احبش في الدنيا كل حته مني. وش هالحالة هذه اللي انا عايشينها يا ربي؟ وش هالحالة هذه؟ وش هالحالة؟ شكرا يا أخي أنك أنقذته. لا داعي للشكر، هذا واجب. أريد أن أعرف كيف علمت بأن العصابة اختطفت الفتى، وكيف أنقذته منهم وأعدته إلينا؟ أنا من أرسل إليه الإشارة بواسطة الجهاز التتبع الذي كنت أحمله في جيبي. نعم هذا صحيح، فذهبت إلى موقع الإشارة فوجدت العصابة يتفاوضون فيما بينهم. هيا سلموني الخارطة وإلا سأفجر السيارة. هل أنت بخير؟ نعم أنا بخير، شكرا لك أنك جئت لإنقاذي. جيد أنك بخير. وهل هذه السيارة مفخخة بالمتفجرات؟ لا توجد أي متفجرات. حسنا، دعني أفك عنك هذه القيود. والآن هيا أخرج من السيارة واحذر أن يرأوك العصابة. يا إلهي، لماذا فجرت السيارة؟ سمعت أحد الأشخاص من العصابة يهدد الآخرين بتفجير السيارة، فخطرت لي فكرتي أن أفجرها لكي يظنون أنك مت ولن يبحثوا عنك مرة أخرى. فكرتك هذه رائعة. أحسنت يا أخي، فكرتك هذه ستريحنا من العصابة إلى الأبد. أيها الأحمق، لماذا جعلت العصابة يظنون أن الفتى انفجرت به السيارة؟ فنحن كيف سنثبت لهم بأنه موجود عندنا لكي يسلموا لنا الفدية؟ غباؤك هذا سيفقدني صوابي. كيف تقول هذا الكلام أمام الولد؟ أسف يا عزيزتي، ولكن اسكت أيها الأحمق، اسكت. وعليك وعلى شكلك. انا عملت ايه؟ هيا اترك عنك الهاتف وتناول طعامك يا ابني. أكلت وشبعت الحمد لله. أنت لم تأكل جيدا. دعيه يا جدتي، لا تجبريه على الأكل. نعم خالتي جيراني فسيلياندرينا تقول الصواب. الأكل لذيذا جدا، شكرا لك يا زوجتي العزيزة. يجب عليك أن تشكر رود، هو من حضر الأكل. هكذا إذن، شكرا لك يا رود، الأكل حقا رائع. بصحتك فالأطباق والحلويات هما من اختصاصي، وعندما سأتزوج بسلندرينا أنا من سيتكلف بتحضير لها الأطباق الشهية. نعم أنا متأكد أن حافظتي سلندرينا ستجعلها سعيدة. أنا لم أوافق على هذا الزواج بعد، فالزواج مسؤولية كبيرة، وأنا غير مستعدة لهذه المسؤولية. أنا أتفق مع حفيدة أختي، فزواج مسؤولية كبيرة، ورأيي أنا فرود عقله لازال طفولي. بس لا يا انت اللي بدأت. يا ساكر يا اخوان. ذلك الأحمق أبو بطن منتفخة سيظن نفسه انتصر علي وأشبعني ضربا. تكلم بهدوء، سيسمعك وتحدث مشكلة أخرى. فليسمع لا يهمني. المشكلة هي عندما أنقذ الفتى من العصابة أصبح في عيون جيراني هو البطل. عندما كنت معه في عراق كان عليك أن تقبض يديه وتتركني أضرب وجهه المتعفن. فعلت ذلك، لكن قوته كانت كقوة الفيل، لقد رفعني وضرب بالرأس على المائدة حتى رأيت النجوم. عمي عنتر. نعم ماذا تريد؟ قالت لك خالتي جيراني حضر لنا القهوة. أنا لست خادمكم، هيا أغرب عن وجهي. هل أخبر خالتي جيراني بما قلته الآن؟ لا أيها الفتى، أنا فقط كنت أمزح معك.
أخبر جيراني بأنني سأحضر القهوة حالا. لدي فكرة رائعة ستجعلني أنتقم من ذلك الأحمق. وما هذه الفكرة؟ لدي مسحوق يجعل من يتناوله يصاب بالإسهال الحاد. سنضع هذا المسحوق في كأس بينكي الأحمق وسنجعله يتألم ونستمتع بألامه. فكرة جيدة، سأساعدك فيها، هيا بنا. A few moments later. والآن حضرنا القهوة ووضعنا المسحوق في كأس بينكي، فهيا خذ إليهم فناجين القهوة وإياك أن تخلط بينهم. اطمئن، سأكون حذرا. رائحة القهوة رائعة، لم أستطع مقاومتها فجئت لأخذ فنجاني. لا، هذا الفنجان ليس مخصصا لك يا أنيس سلندرينا. ماذا تعني بأنه غير مخصص لي؟ هذا الفنجان فهو لعمي عنتر، طلب مني بأن لا أضع له السكر. تفضل خذ قهوتك يا عمي. شكرا لك يا رود. تفضلي خذي قهوتك. شكرا لك يا رود. لا داعي للشكر، هذا واجب. أيها المجنون الأحمق، لماذا شربت القهوة؟ أنت أعطيتني إياها. والله غبي، والله غبي. يا قليل الأدب، لماذا نعتني بالغبي؟ أنا نسيت بأن الفنجان هذا يوجد فيه المسحوق الذي يسبب الإسهال. يخرب بيتك أنت وخطتك الغبية. ماذا سنفعل الآن؟ فأنا بدأت أشعر بأمعائي تتحرك في بطني. هيا أسرع، خذ القهوة لجيراني قبل أن يتفاقم وضعك، وأنا سأحضر لك الترياق. هيا أسرع في تحضيره. لقد أحضرت لكم القهوة. وأخيرا أحضرتها بعد انتظار طويل. أخ، يا بطني. يلوي يا قليل الأدب. هي تعبان. وأخيرا وجدت الصفحة التي أبحث عنها. هذا المسحوق خطير جدا، فهو يسبب الإسهال الحاد، وتأثيره يدوم 3 أيام ولا يوجد له ترياق. ماذا قلت؟ أحقا هذا المسحوق لا يوجد له ترياق؟ نعم، للأسف. وماذا سأفعل بأسفك أيها الأحمق؟ يا حلو، لا تنسى لايك واشتراكك في القناة.